مساء الخير، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، واهلا وسهلا بيكي في مطبخ اطبخي ووفري مع مرموره. النهارده هنعمل مع بعض تحليه جميله جدا وسهله وبسيطه ببواقي الكيكه. بدل ترميها لا، ممكن نستخدمها ونعمل بيها كوبايات حلوه جدا وجميله للاولاد. بنشتريها من بره، لكن انت هتعمليها في البيت بمكونات بسيطه جدا وحاجات موجوده عندك في البيت، وهتكون طعمها جميل جدا زي ما حضراتكم كده شايفين بالشكل الجميل ده. يلا بينا نبدا مع بعض فيديو نشوف الكوبايات الجميله دي بتاعت الكيكه عملناها ازاي. هنبدا مع بعض الخطوات. هنا معايا بواقي الكيكه، هركن بواقي الكيكه كده وهجيب بوله هجهز فيها الكريمه. هنا معايا كوبايه من الكريمه الخام هنزل بيها. الكريمه دي صيامي، وبواقي الكيكه اللي معايا دي برضه صيامي، يعني انت اي بواقي كيكه معاكي كانت نباتي مش نباتيه يعني عايزه هتستخدميها تعمليها احلى كوبايات، هتبقى معاكي جميله جدا. كوبايه من الميه الساقعه، ممكن تستبدلي كوبايه الميه الساقعه بكوبايه من اللبن، لبن جوز الهند. هنزل بمعلقتين كبار من السكر وابتدي اضرب. ادي القوام المناسب، كريمه تكون تقيله كده. نخش المضرب هفضي الكريمه في الكيس اللي بنزين بيه الطرق علشان تبقى سهله معاك في التزيين. وهنجهز مع بعض الكوبايات. هجيب الكوبايات اللي هشكل فيها الكيك، بواقي الكيك، هنزل كده بكميه قليله من الكريمه في قاع الكوبايه. وهنا معايا صوص من الشوكولاته انا عاملاها قبل كده في القناه، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف. هنزل كده بكميه قليله. هحرك الكوبايه كده عشان بس الشوكولاته تاخد شكل الكوبايه بالشكل ده. وهنزل بقطع من الكيك. ليه نرمي بواقي الكيك واحنا ممكن نستخدمها ونعمل بيها حاجات حلوه خالص للاولاد. هنا معايا فواكه، طبعا التزيين ده على حسب راحتك، انا بالفكره بس. انت طبعا حابه تضيفي مكسرات، تضيفي اي حاجه موجوده عندك حطي فيها. ممكن تعملي كريم كراميل وتستخدميه لو انت ما حباش تعملي صوص الشوكولاته. شويه هنا من شوكولاته الشيبس. شوية من الكريمة. وشوية من صوص الشوكولاتة.
شويه من الكيكه. هنزل بشويه من الشوكولاته واوزعها كده في الكوبايه على الكيك. وشويه من الفواكه المجففه. طبق هنزل بطبقه حلوه كده من الكريمه. بالشكل ده. وهنا الصوص بتاع الشوكولاته نجيب كده المعلقه وننزل بحاجه خفيفه كده. هنا معايا كور من الشوكولاته احط كده من فوق على الوش. هنا معايا بسكوت كده حلو بالشكل ده، حاجات تغري الاولاد. الكيكه اللي انت كنت هتخسريها هياكلوها وهيبقى طعمها حلو جدا جدا. ما اخدتش وقت مننا، حاجات بسيطه خالص من البيت وعملنا احلى كوبايات كيكه. ادي بعد ما خلصنا التزيين جربوها باذن الله هتعجبكم، حاجه سهله وبسيطه. واستنوني في فيديو جديد. اسيبكم في رعايه الله. سلام.